كادت أن تفعلها الأمازيغية نورا إشهبار. ونورا هذه سكرتيرة مملكة هولندا للشؤون المالية من أصل أمازيغي مغربي، كانت حاضرة في اجتماع الحكومة عقب أعمال الشغب في مباراة بين فريق كرة قدم إسرائيلي وفريق أجاكس أمستردام الهولندي. في الاجتماع الطاري قيل كلام عنصري بشكل مباشر ضد الفلسطينيين والمسلمين والمغاربة المقيمين في هولندا. نورا لم يعجبها الكلام، وقدمت استقالتها من منصبها ورمتها في وجوههم، وجعلت الحكومة في وضع محرج، إذ كان من المتوقع أن يتبعها نواب في الحكومة ويقدمون استقالاتهم وتقلب الطاولة على حكومة خيرت فيلدرز. الحكومة دخلت في سباق ماراثوني محموم، رديها في جواها يا بنت إشهبار. استمر الاجتماع حتى منتصف الليل ليخرجوا بنتيجة إن تستمر الحكومة في عملها ليتنفس الجميع الصعداء.